هلو هلو هلو، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا شيماء اغا ودي قناتي. اهلا وسهلا بكل جديد شرفني في القناه. قبل ما نبدا الفيديو حابه اقول لكل لسه ما اشتركتش في القناه يا ريت يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويحط لنا لايك ويسيب لنا تعليق حلو كده زيكم. هتعملي ايه النهارده يا شوشو؟ هنعمل النهارده جمبري. بصوا كان حلو جدا 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 جدا. لو حتى اقول لكم من هنا للسنه الجايه هو كان حلو قد ايه وطعم قد ايه مش هتصدقوا. طريقته سهله جدا. بصراحه طعمه بيبقى حلو قوي. هنعمل كمان معاه شوربه سي بطريقه سهله كده وحلوه وان شاء الله تعجبكم. اول حاجه انا هنا كان معايا حوالي 2 كيلو جمبري جامبو. هقسمهم على مرتين، مش هعمله كله النهارده، هاخد منه شويه اعملهم النهارده وشويه نعملهم مره جايه. شايفين؟ بصوا بصراحه كان حلو قوي وحجمه ما شاء الله كبير خالص. فقلت بقى اخد شويه ايه اللي انا حاساهم كبار شويه دولت، هعينهم لمره جايه ان شاء الله، واخد شويه تانيين ابدا ان انا اعملهم. هو كان متعان كده، كان جاي لنا كده من بره، فكان جاي في ازازه بتاعت بيبسي ومجمد طبعا. فانا فكيت الازازه زي ما انتم شايفين، خدت منه شويه عبيتهم في كيس وعينهم بقى في الفريزر، وشويه تانيين هبدا ان انا افتح عليهم الميه، ان الدنيا ان هما يفكوا معايا كده. وكمان لما يفكوا معايا وكده ابدا انضفهم. طب هتنضفيه ازاي؟ انا بقطع كده الشنبات بتاعته، رجليه، ماشي. نص الراس كده بقطعها من عند العينين كده، وبقوم قطعه من بعد العينين بسنتي كده بحاجه بسيطه خالص، بقوم قطعه. وبعد كده بفتح من الظهر، بفتح الظهر كله، اطلع منه السلسله الرمليه، وبعد كده انقعه بميه، بدقيق، بخل، بليمون، بجنزبيل، بسكر، بملح. انقعهم شويه بيه بدقيق طبعا. وبعد كده اخده اشطفه كويس وابدا اتبله بقى، وابدا احطه. لو عايزه اعمله شوربه هضيف معاه، طبعا انا هعمل النهارده شوربه، هضيف معاه النهارده بصل وفلفل الوان وثوم وجنزبيل وطماطم وجزر، وده هعمل بيه شويه شوربه. وهناخد بقى نعمل كمان شوربه سي فود بطريقه حلوه قوي وطعم احلى بكتير 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 من اللي انتي بتاكليه بره. وكمان الجمبري بالطريقه دي حلو قوي. جمبري الشوربه ده حلو قوي. ممكن تعملي بنفس الخطوات بنفس الطريقه، بس ما قولوا معايا ما تعملوهوش شوربه. ممكن تعملوه طاجن في الفرن او تكمروه كده في الفرن، بيبقى او على البوتاجاز بيبقى حلو قوي برضو. ممكن كمان نفس التتبيله، بس مش هتضيفي معاه خضار بقى، هتاخديه صدمه كده على الجريل زي اللي بتشويه، بيبقى برضو حلو قوي. في كلتا الاحوال هو بيبقى طعمه حلو قوي وطريقته سهله، وهي التتبيله عموما بتبقى واحده، لكن طريقه التسويه بقى هي اللي بتختلف. صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما قلت لك ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس. طيب، جبت هنا زي ما انتم شايفين انا فضيت بقى كل الكميه، خدت شويه حطهم في الكيس ده وادخلهم الفريزر، وخدت البقيه بقى الكميه زي ما انتم شايفين كده. بقطع من بعد العيون بتاعته كده بشويه، بقطع شنباته والرجلين بتاعته، وبفتح من الظهر واشيل السلسله الرمليه. هعمل كل الكميه اللي معايا بالطريقه دي. وبعد كده هجيب شويه دقيق، احط عليهم طبعا شوية جنزبيل بودر، شوية سكر، شوية ملح، وشوية خل، وابدأ انقع فيهم الجمبري بالطريقة دي، بالمكونات دي. طيب، لما بتنقعيه او بتغسليه بالطريقة دي صدقيني ما بتشميش اي ريحة زفارة في البيت. احنا طبعا لو الجمبري مش مغسول كويس ومش متنضف كويس بتلاقي ريحة البيت كلها جمبري، تحسي ان انتي قاعدة في حلقة السمك. طبعا بتبقى ريحة الزفرة بتاعته عالية. فلا، اعمليه بالطريقة دي واغسليه بالطريقة دي، صدقيني هتسويه وتاكليه. وحتى لو ما امكنش ان انت ترمي القشر بتاعه في نفس اليوم وبات مثلا عندك في المطبخ، القشر في الباسكت بتاع الزبالة ما بيطلعش اي ريحة ولا كأن كان عندك جمبري اصلا.
بيبقى حلو قوي، مفيش زفارة مفيش اي حاجة. صدقيني يعني ما تخافيش، ما تقوليش لا ده هيتهرى ازاي نقعه فترة مثلا، او احطه في الدقيق والخل والملح والليمون والحاجات دي كلها. ما بيجرالوش اي حاجة. لو الجمبرية حلوة ما بيجرالهاش اي حاجة وما بتزفرلكيش اي حاجة في المكان. حطي لايك بقى واشتركي في القناة يا عسولة انتي. طيب تعالي هنا، صلينا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. خلاص غسلته وسبته بقى، طبعا نضفته كله وسبته يتنقع، وكمان نضفت منه شوية، خليتهم خالص من القشر بتاعه عشان نعمل بيهم شوربة السي فود. وجينا هنا بقى جبت عيش توست، قطعته مكعبات زي ما انت شايف. طب انا ما عنديش عيش توست، قطع عيش فينو، مش هيجرى اي حاجة. مش عايزه تعملي خطوه العيش دي ما تعمليهاش، بس هي بصراحه بتبقى طعمها حلو قوي، وبتاكليها كده مع شوربه السفود بتبقى حلوه جدا. انا هنا خدت يعني حوالي 3 شرايح كده توست، وكملت كمان كان عندي عيش فينو يعني مش هناكله. فقلت بدل ما ابقى اطحن اعمله بقسماط، هو لسه ما يعني هو بايت عندي في التلاجة بقاله يومين، فقلت لا لسه يعتبر صابح يعني. خدته قطعته كده زي المكعبات برضو، قسمت الرغيف على 2 وبدأت اقطعه كده روخر مكعبات. وهقطع بقى الكمية اللي عندي واجيب شوية زيت زيتون. عندكيش زيت زيتون حطي زيت من العادي، يعني زيت ذرة او الزيت اللي انتي بتستخدميه. رشيت هنا شوية زيت زيتون. وبعد كده جبت كمان شوية زعتر، الزعتر اللي هو المحوج ده ابو سمسم ده، طعمه حلو خالص. حطيت عليه شوية زعتر، وهرش عليه شوية ملح وشوية كمون بس، واقلبه وادخله النار، ادخله الفرن على درجة حرارة حوالي 120 او 130، نار هادية كده، يتحمص معايا، ياخد لون ذهبي كده خفيف، وفي نفس الوقت يقرمش خالص، يبقى عامل زي السميطة كده، يقرمش جدا، بيبقى طعمه حلو قوي. احنا بقى حاطين عليه زيت زيتون، حاطين عليه زعتر، حاطين عليه كمون وملح. تاكل العيش ده الحلو اصلا طعمه حلو قوي. خدنا بقى زي ما انتم شايفين كده الجمبري، صفيته من الخلطة اللي احنا كنا عاملينه، عشان يعني غسلينها فيه، اللي هو الدقيق بالخل بالحاجات ديت. غسلته كويس جدا، اشطفيه بقى كذا مرة عشان تنزلي طبعا منه الدقيق واي حاجة، وتبقى ميته رايقة خالص كده. وبعد كده هناخده بقى نتبله بالتتبيلة بتاعتنا عليه. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على النبي كتير يا بنات، حطي له لايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس. طيب خدت هنا الأروان اللي انا كنت غسلاه فيها، يعني غسلتها كويس جدا. وبعد كده شطفته مرتين كمان وسبته يصفي ميته خالص. وجبت هنا بقى حطيت هنا شوية جنزبيل بودر عليهم، دي البهارات اللي انا قايله لكم عليها، اللي انا بقول لكم عليها كل فيديو، عاملاها كده خلطه بهارات. وحطيت شويه بابريكا، شويه شطه بس مش حراقه، وفلفل احمر مطحون بس مش حراق. حطيت هنا كمان كزبره، حط كمون، هحط تشكيله بهارات كده بتاعت السمك. حطيت كمان بهارات من ماجي بتاعت السمك، شوية ملح، حط عليهم شوية زيت زيتون وشوية خل، وقلب البهارات دي كويس جدا مع بعضيها. تمام. طيب البهارات دي هاخد الجمبري اللي معايا، اغلفه كويس قوي بالبهارات دي، يعني ايه، اخبطهم ببعض. طيب انا كده بعمله تتبيله، بيتبل. لو انت عايزه تشويه هتاخديه من التتبيله دي تشويه. تمام. طب لو عايزه اكمره، هضيف عليه بقى شويه الخضار بتاعنا، البصل والجزر والطماطم والفلفله والجنزبيل، واحطه في طاجن واغطيه بورق ألمونيا وادخله الفرن ربع ساعة، ربع ساعة تلت ساعة، طلعيه تاكلي احلى طاجن جمبري. طيب مش عايزة اعمل كده وعايزة اعمله شوربة بنفس التتبيلة دي، هاخد اشوحه بشوية زيت زيتون واضيف عليه الخضار. انا النهاردة هعمله شوربة زي ما انتم شايفين كده،
قطعت معايا فلفل الوان، فلفل اخضر، فلفل اصفر، فلفل احمر، قطعت معايا جزر، قطعت معايا طماطم، قطعت معايا بصل، قطعت معايا جنزبيل فريش، آه توم. تمام. ممكن تحطي على التتبيله اللي احنا تبلناها الاولانيه دي بتاعه البهارات ديت، ممكن تحطي كمان توم مفروم. هنا حته فلفلايه حراقه، حط جزر زي ما انتم شايفين كده، وتعمليها مع التتبيله. انا كده يعني قلت انا كده كده هحط توم مع الخضار، فمش مهم ان انا اقطع معاه توم. قطعت هنا بصلايه كده وسط، وكميه الخضار بقى اللي انت عايزاها زي ما هتحبي يعني. انا عموما حطيت كميه الخضار دي وكانت مناسبه جدا بالنسبه لي. وكمان هي بتستوى كده مع الجمبري، شوربه بتدي تطعيمه حلوه جدا للشوربه بتاعت الجمبري. وتشربي الشوربه وتاكلي شويه الخضار دولت، ما اقولكمش، بيبقوا بيبقوا يعني واخدين من طعم الجمبري، بيبقوا احلى بكتير من الجمبري. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا قطعت طبعا كل الخضار بتاعنا، قطعنا الجنزبيل والفلفله. وجبت بقى ايه، كانت انا برضو غاسله خضار، هعمل شويه سلطه. إيه، انا عموما بحب اكل السلطه يعني كل يوم على الاكل. فهعمل هنا شويه سلطه، اقطع برضو فلفل الوان، خيار، طماطم وجزر، وخلاص. حلوه قوي السلطه دي. إيه، ما انتش عايزه يعني، في ناس بتحبش السلطه مع الجمبري عموما، ما تعمليهاش، ما تعمليهاش. انا بصراحه عملتها وكنت ناويه اكلها، بس للاسف يعني ايه، قلت الجمبري يعني انا عامله شوربه، والشوربه حتى فيها خضار، فبعد ما قطعتها قلت هسيبها للعشاء او اسيبها لتاني يوم، مش هتخسر يعني. حطيها في التلاجة في حاجه وغطيها، بس ما تحطيش عليها ملح. تمام. لان الملح هيخلي كل الخضار ده ينزل السوائل بتاعته ويدبل. عايزاها تفضل صبحة كده، ما تحطيش عليها ملح، ما تحطيش عليها اي ملح ولا اي بهارات. قطعيها كده لو انت مش هتاكليها في نفس اليوم او مش هتاكليها في ساعتها، قطعيها كده وسيبيها في علبة بغطا وحطيها في التلاجة لتاني يوم، كأنك لسه عاملاها، ما بيجرالهاش اي حاجة. زي ما انتم شايفين كده، قطع بقى الجزر، وقطعنا الخيار، قطعنا الفلفله. هبدا اقطع كمان طماطمايه، وحلو قوي كده طبق سلطه زي الفل. ونروح بقى نشوف الجمبري بتاعنا. انا طبعا زي ما قلت لكم تبلنا الجمبري وسيبناه على جنب يشرب بس من التتبيله شويه، وبعد كده هنشوف هنعمل فيه ايه. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله. حطي لي لايك واشتركي في القناه، حطي لايك وشاهدي الفيديو. انا قلت اهوت. تعالوا بقى نرجع للجمبري بتاعنا. هنا طبعا جبت صينيه، حطيت سبتها يعني، حطيتها على النار شويه لغايه ما سخنت بس شويه كده، وضفت شويه زيت زيتون ونزلت بالجمبري. مش اي حاجه، وهشوح بقى الجمبري. هو اول ما بيشم النار كده لونه بيتغير، بيبقى اللون الاورنج الحلو ده، واشوحه بس كده في شويه زيت الزيتون وخلاص. جبت طبعا الخضار بتاعنا حطيته مكان الجمبري، عشان لو في اي حاجة من التتبيلة في قلب البولة بتاعتي، لا، تاخد بقى كل التتبيلة وهي نازلة كده. هقلب بقى بعد ما خلاص لونه اتغير بقى اللون الاورانج ده، هنزل بالخضار بتاعي ياخد تشويحة مع الجمبري. وبعد كده هنضيف عليه مية سخنة او مية دافية يعني، وهسيبه يغلي غلوتين. هو واخد كل البهارات، واخد الملح بتاعه، مش محتاج مني اي حاجة غير ان انا بس البولة بتاعتي اي بهارات فيها من التتبيلة احط عليها شوية مية كده واحطهم. هتشربي شوية شوربة من شوربة الجمبري دي، جبارة خطيرة حلوة جدا. والجمبري بيبقى حلو قوي. اهم حاجة ان انتي ما تغيبوش على النار، ما يقعدش على النار كتير، اقصاها 10 دقايق ربع ساعة يعني، وتقفلي عليه النار. انا سبته هنا يا دوبك غلى غلوتين وطفيت على النار. تمام. ضفتي بقى كميه الميه اللي انتي عايزاها. انا كميه الميه دي هتعملي مثلا ايه 3 بولات. إيه ده اللي انا محتاجاه، وهاخد منها إيه حوالي كده بوله كده، احطها على شوربه السيفود، بتخليه طعمها حلو جدا. عايزه بقى تعملي جمبري بتاع ملوخيه بالجمبري، تاخدي من الشوربه دي تعملي ملوخيه. مثلا الشوربة دي ما انتش هتشربيها، ممكن تعبيها
في كيس او ازازة وتعينها في الفريزر تحتاجها في اي حاجة. ممكن تاخدي منها الجمبري وتسيبي منها الخضار وتبداي تغليه بقى شوية لغاية ما يقصر كده. بعد كده تحطي عليه مش عارفة باقي معلقة دقيق، تربط بس شوية وتعملي مرقة دجاج. بصي يعني هي معاكي شغالة في كل حاجة، واخدة من كل الفيتامينات وكل طعم الجمبري، وبتبقى شوربة حلوة قوي مش زفرة، رايقة محمرية كده. بس بيبقى طعمها حلو جدا ولونها انت هتشوفوه في الاخر مش عايزة اقول لكم حلو يعني. حطي لي بقى لايك واشتركي في القناة زي ما قلت لك. بعد كده جيت بقى عشان نعمل شوربة السفود. انا جبت هنا الحلة ديت، سبتها بس ايه كانت هي كنت انا شطفاها يعني، فقلت انها تنشف خالص من المية. وبعد كده نزلت عليها بقطعتين زبدة معاهم فص ثوم مهروس. انا لما حتى باجي بعمل بشاميل او بعمل مكرونة وايت صوص او اي حاجة فيها بشاميل يعني، بحب اوي اشوح فص الثوم مع الزبدة. اول ما تطلع ريحته كده انزل بقى بالجمبري، او انزل بالدقيق. بتخلي ريحة البشاميل او المكرونة او اي حاجة بيبقى لها طعم تاني خالص مختلف جدا 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 يعني. هنا جبت بقى ايه، انا هنا ضايفة معلقة نشا على معلقة دقيق. انا بحب اعمل بشاميل بمعلقة نشا ومعلقة دقيق، ما بحبش يبقى دقيق صافي ولا احب يبقى نشا صافي. انا بحب احط نشا على دقيق. هنا حوالي معلقتين كده دقيق على معلقة نشا، او معلقة ونص من ده ومعلقة ونص من ده. وحطيت واحد ماجي كده خضار معاهم. ونزلت برضو بهارت بقى، حطيت شوية كزبرة على شوية كمون على نطرة بسيطة خالص فلفل اسود وشوية بهارات من المشكلة بتاعتي كده. وخدت كل ده تحميصة. ضفت هنا مكعب زبدة بلدي، جاموس يعني. وخلاص بقى ايه، هاخد بقى دي بالنشا بالجمبري بالزبدة بكله بالبهارات تشويحة على النار. اول ما احس ان خلاص ريحة الدقيق اختفت والدقيق خد تحميصة كده واستوى على النار، هضيف بقى لبن بارد. ما تحطيش لبن سخن، لو حطيتي لبن سخن هيكلكع منك، لا اللبن يبقى بارد. هضيف الاول كمية لبن مناسبة كده واقلب كويس عشان ما يكلكعش معايا، يبقى معايا حرير. وبعد كده انزل بكمية اللبن بتاعتي. طيب انا مش عايزاه تبقى يعني ايه الشوربة تقيلة قوي، لا انا عايزة الشوربة خفيفة. هي شوربة بس في نفس الوقت يعني ايه سمكها بيبقى تقيل شوية عن الشوربة العادية يعني. هقلب بقى الحمد لله، هقلب بقى كويس جدا لغاية اما تغلي معايا غلوتين، وبعد كده هطفي عليها. شايفين السمك بتاعها حلو قوي وطعمها كان جبار، حلوة جدا 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 جدا. جربيها بالطريقة دي ان شاء الله بإذن الله تعجبك. هضيف هنا بقى من شوربة الجمبري زي ما انتم شايفين كده حوالي كبشة او كبشتين، ويقلبهم كويس جدا. الشوربة التانية دي كانت حلوة جدا بتاعت الجمبري بصراحة، لونها حلو محمري كده شوية، وطبعا من لون الطماطم والجمبري فلونها كان حلو قوي ورايقة ونظيفة وريحتها جبارة. تعالوا بقى هنا نشوف العيش اللي احنا عملناه. العيش ده بتاكليه مع شوربة السفود بيبقى حلو جدا. تاخدي بقى شوية العيش محمص تحطيهم على البولة كده وتخمسي العيش بالجمبري بالشوربة، وهم حاجة حلوة قوي. العيش بقى طلع معايا مقرمش وطعمه جبار، زعتر بزيت الزيتون بالكمون، عامل تيست عالي قوي معاه بصراحة. وهنا بقى هبدأ اغرف الاكل بتاعنا، خلاص هو استوى. هبدأ بقى اغرف الاول شوربة السفود. تاخدي العيش بالشوربة دي وجبة الوحيدة، وبصراحة طعمها حلو جدا. يعني انا مثلا كنت الاول بعمل رز مع الجمبري، ما عدتش بعمل الرز، بحس ان هو ملوش لازمة خالص في الاكلة بصراحة. يدوبك تاكلي العيش بالشوربة دي خلاص كده حلو جدا.
عايزة تقطعي بقى مع في الشوربة دي مثلا تشوحي مع جمبري كاليماري، كابوريا، اي حاجة عايزة تشوحيها حطيها. بلح البحر، مش البحر البحر، لا كندوفلي يا ربي. عايزة تحطي معاها حطي، بس انا بصراحة بحبش الحاجات دي. لو انتي بتحبي اللي هو كيس فواكه البحر ده اللي احنا بنشتريه من السوبر ماركت، تغسليه كويس جدا وتعمليه يعني شوربة السفود ده مع شوربة السفود ديت، تشوحيه معاهم براحتك يعني. دي حرية شخصية، لكن أنا عموما لا ما بحبوش. انا بحب الشوربة دي كده. في ناس برضو بتقطع عليها كرفس او مش كرفس، بتقطع عليها اسمه ايه، بقدونس او كزبرة خضراء، لكن انا لا، انا بحبها كده وبس. هي طعمها كده حلو جدا مع العيش، بتبقى حلوة قوي مع الجمبري. الحاجة الوحيدة اللي بضيفها عليها هي اللي هو الكاليماري بس. هنا بقى غرفنا الجمبري بتاعنا، شايفين شكله جبار حلو قوي. الشوربة بتاعته تحفة، تشرب كده الحلا. انا يعني انا نقيت كده، لميت الجمبري مع الخضار كده وغرفته في اطباق، وهبدأ بقى اخد الشوربة، إيه، احطها في اطباق برضو في طبسيات كده، ونشربها بألف هنا. الاكل النهارده كان حلو جدا. اتمنى لكم معايا يا رب احفظها نعمة يا رب، ودمها واحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. الاكل كان النهارده حلو قوي. جربوه ان شاء الله باذن الله، انا متاكده ان هو يعجبكم بالطريقه ديت. حلو قوي سهل. تتبيله الجمبري حلوه جدا. كمان زي ما قلت لكم تقدري ان انتي تسويه بالطريقه اللي تعجبك، اذا كان على الجريل، اذا كان في الفرن كده طاجن، اذا كان زي ما قلت لك شوربه تكمريه، اللي يعجبك بقى. جربي طريقه التسويه دي اللي بقى ايه اللي انتي عايزاه. انا النهارده زي ما قلت لكم عملت شوربه كده وكان حلو جدا جدا. الشوربه كمان بتاعته كانت دسمه وحلوه ورايقه وطعمها حلو قوي. اقول لكم بقى في رعايه الله وحفظه. نتقابل ان شاء الله في وصفه جديده، فيديو جديد، ومطبخكم مطبخ شوشو اغا. أقول لكم في رعايه الله وحفظه، ومع السلامه. باي باي. ما تنسيش تحطي لايك.